اكلت اكله خلاص وكانت الاكله طعمها حلو وزي الفل، بس دلوقتي جه وقت انك تدفع ثمن الاكل اللي انت اكلتها، الحرقان اللي بيجي لك والحموضه بسبب الاكل اللي انت اكلته، اهو احساس الحرقان ده اللي بيكلفك وقت كبير جدا عشان تتخلص منه، واللي بيكون غيتك جدا جدا على ما تتخلص منه، واللي بيظهر بالاخص بعد اكله حراقه كده او بعض الاطعمه المعينه اللي بتاكلها وبيظهر بعدها على طول الحموضه، او حتى وانت لسه اكل اكلتك ورحت تنام مثلا بعد الظهر او اكلت بالليل ورحت تنام تلاقي الحموضه ظهرت عندك. فالنهارده هنتكلم ونعرف ايه اسباب الحموضه وكمان ازاي تعالج الحموضه دي بشكل نهائي. فيلا بينا نعرف ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لعلكم بخير وفي احسن حال. الهارت بيرن او جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز او الحموضه اهو دي كلها مسميات بتوصف مرض اللي في المعده رجعت تاني في كلامها وطلعت من المكان. هو الاكل اللي انت بعد ما تاكله عامه المفروض ان في سوائل بتطلع جوه المعده بتدوب الاكل ده خالص وبتحوله لسوائل، برضه الاكل اللي نزل ده بيتحول لسوائل. جاء الاكل ده او العصاره اللي اتكونت دي ورجعت في كلامها وعايزه تطلع تاني بره المعده، وبالفعل اول ما تطلع بره المعده وبتوصل للمريء بتحس باحساس الحموضه ده اللي هو احساس الحرقان واللي بيسموه هارت بيرن او الحموضه. لو اتكررت خروج السوائل دي بشكل متكرر دوما على طول كل يوم كل يوم كل يوم، الحاله دي بيوصفوها على انها جاستريك اسوفيجال ريفلكس او ارتجاع المريء. والحرقان ده كمان بيكون معاه اللي هو ريحه وحشه من البق، طعم وحش كمان حاسس بيه، ده كله بسبب ان الاحماض دي او العصاره دي رجعت تاني من المعده وطلعت فوق. طب ايه اللي بيخلي الاحماض دي او السوائل دي تسيب مكانها في المعده وترجع تطلع على المريء؟ اول حاجه فيهم اكلات معينه زي الطماطم والشوكولاته واللبن، الاكلات الحريفه اللي هي السبايس الحراقه يعني، وكمان الاكلات اللي فيها دهون زياده عن اللزوم اللي هي الاكلات المحمره والاكلات الدسمه زي الطعميه مثلا والفول، الحاجات اللي بيكون فيها زيت كتير. تاني حاجه الزياده في الوزن. الزياده في الوزن ده هتلاقيها في اي مرض، في اي مشكله هتلاقي بيقول لك ان الزياده في الوزن ده حاجه بتسبب المشكله دي، لازم هتلاقيها في اي مرض مش بس حموضه المعده. ثالث سبب بيسبب حموضه المعده اللي هو القلق والتوتر، مثلا معاك مشكله مش عارف تحلها او لسه داخل الامتحان ومش مذاكر كويس وتلاقي نفسك حصل لك حموضه المعده بسبب ان هرموناتك اختلت بسبب القلق والتوتر. رابع سبب معانا الحمل بيسبب مشاكل، وده بسبب اختلاف الهرمونات اللي حصلت اثناء الحمل. تلاقي ان في هرمونات زياده على اللزوم وهرمونات قلت، زي ان اثناء الحمل بتلاقي ان هرمونات زي البروجسترون والاستروجين بيزيدوا جدا، مش زي ما بنسمع من الست الكبيره اللي هو بيقول لك ان البيبي اللي حامل فيه الست دي مولود هيتولد بشعر، فعشان كده الشعر هو اللي بيسبب حموضه. بصراحه تفسير علمي من الاخر يعني. خامس سبب لحموضه المعده واللي هو ادويه معينه، في ادويه معينه زي مضادات الالتهاب ومسكنات القلب، ومن انواعها برضه حاجه اسمها الايبوفيرين، ده الماده الفعاله بتدخل في بعض الادويه يعني واللي بتسبب حموضه المعده كاثار جانبيه. طيب نعالج ازاي الحموضه؟ هو كيس فوار فواكه، يعني الفيديو الطويل العريض والكلام ده كله بس نهايته بس هو فوار الفواكه. طب اللي ما تعرفوش بقى ان فوار الفواكه اسوأ شيء ممكن تستخدمه عشان تعالج به الحموضه، لان املاح الكربونات وده الماده الفعاله اللي موجوده في فوار الفواكه بتسبب الم في المعده، وكمان بتسبب ان الاحماض اللي جوه المعده بتطلع بره المعده، يعني بتسبب حموضه المعده، وكمان بتسبب انتفاخ في البطن وغازات. انت ما حددتش مشكله، لا انت جبت مشكله فوق المشكله، ما حددتش المشكله من اصل. طيب استخدم ايه او ايه هو الحل؟ اول حاجه لازم تعملها انك تتجنب الاكل قبل النوم، مش انك تتجنب الاكل قبل النوم عشان تتخن، الحوار ده كذب، انما تتجنب الاكل قبل النوم عشان ما يسببلكش حموضه ثاني، لان انت خلاص حد لما بياكل ويجي ينام بيجيله الحموضه، فانت على الاقل كل قبل النوم بساعه او ساعتين عشان تتجنب الحموضه. ثاني حاجه تعملها حاول على قد ما تقدر انك تتجنب الاكل اللي بيسبب لك حموضه زي الاكل الحراق اللي هو السبايسي شويه، وكمان الالبان والشوكولاته، وكمان الاكلات اللي فيها دهون زياده عن اللزوم زي الاكلات المحمره زي البطاطس المقليه وغيرها، او حاول تقلل منها على قد ما تقدر يعني، لان في ناس بتسبب عندها حموضه على طول الاكلات دي. ثالث حاجه بتعملها انك لو بتاخد ادويه معينه، سواء في دواء اخدته وسبب لك حموضه المعده او انك بتعاني من مشكله معينه وبتاخد مجموعه من الادويه وبيسبب لك حموضه المعده، لازم ترجع للدكتور او الدكتور الصيدلي عشان يطلع لك بديل للدواء ده، ليه نفس التاثير على المشكله اللي عندك وفي نفس الوقت مش هيجيب لك حموضه، فلازم ترجع للمختص في الموضوع ده اللي هو الصيدلي او الدكتور اللي انت بتتابع معاه. رابع حاجه او رابع حل في المشكله دي انك لو كنت بتعاني من زياده الوزن بسبب الحوار ده بيجي لك دايما بشكل متكرر حموضه المعده، فحاول تقفل الباب من الناحيه دي بانك تنزل من وزنك شويه. وهنا في القناه هتلاقي فيديوهات كتيره بتتكلم عن ازاي تخلص من وزنك بسرعه واحسن طرق الدايت كمان وازاي تظبط الجيم بتاعك، يعني القناه هنا مليانه، خد لك لفه فيها وهتعرف الدنيا. كمان هسيب لك لينكات تحت في الديسكربشن هتعرف كل حاجه من خلالهم. ده دي حلول بعيده الامد شويه، يعني انا ان اتبعت الحلول دي مش هيجي لي الحموضه. طب بس ازاي انا لو عندي حموضه دلوقتي اعالجها؟ امر بسيط. اول حاجه هترفع راسك من 10 ل 20 سم فوق مستوى معدتك بحيث انها تكون اعلى من معدتك يعني عشان الاحماض اللي طالعه من المعده ما تطلعش. ثاني حاجه انك بعد الاكل او بعد الوجبه اللي انت اكلتها هتمضغ
برضه غلبان، لان اكلك للبان بعد الوجبه بيزود من افرازات اللعاب. كمان الافرازات دي بتحاول انها تعادل الحموضه عن افرازات المعده اللي طالعه واللي بتسبب لك حموضه المعده. كمان انها بتمنع الاحماض دي من انها تخرج من المعده اصلا. شايفك اللي هتقول هناك ان الكلام ده كلام فاضي ومالهوش اي اساس، بس الكلام ده جاي من هارفارد ميديكال سكول، يعني مش مننا. يعني الثالث حاجه لو بتستخدمها لو بتعالج الحموضه دلوقتي اللي هو مالوكس. مالوكس ده عباره عن دواء معين يكون مواده الفعاله احسن من المواد الفعاله اللي في فوائد الفواكه، واللي بتتخلص بشكل سريع جدا من الحموضه. بس برضه لازم لو بتعاني من الحموضه بشكل متكرر على طول ما تستخدمش الادويه دي عمال على بطال، لانها بيكون ليها نتيجه عكسيه في النهايه. اهو الحاجات دي هتخفف معاك الحموضه بشكل سريع. بس كده ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك، ولا تنساش الاشتراك في القناه وكمان الدعم للمحتوى عشان يستمر. وعايزك تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.